اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله يوم جديد وفيديو جديد، وأنا أسفة طبعا على صوتي لأن أنا عندي برد يعني. فأرجو إن انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين ده رز حباية وحباية. هنعمل النهاردة أحلى رز حباية وحباية، لأن في بنات كتير كانوا طلبوه قبل كده، وأنا قلت إن أنا أقدمه النهاردة. في الاول غسلت كده كمية من الرز، يعني على حسب بقى عدد افراد اسرتك، اذا كنت بتعملي كيلو او اتنين. بعد كده هنجيب زيت نحطه كده في حلة. طبعا انا غسلت الرز وصفيته كويس جدا من المية، وبعدين حطيت زيت في حلة تانية، وهبتدي ان انا اسخنه على البوتاجاز. طبعا كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص كده النهاردة ليلة النص من شعبان، يعني خلاص ما عادش قدامنا الا يعني اقل من 15 يوم عن شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبحب أفكركم إن شهر شعبان ربنا بيرفع فيه الأعمال السنوية. فعشان كده يعني يا ريت اللي يقدر يصوم يصوم، اللي يقدر يطلع صدقة يطلع، اللي يقدر ان هو يصلي قيام الليل بشكل اكبر او يقرأ قرآن بشكل اكتر. ده في حد ذاته شيء كويس جدا، ان ربنا يرفع الاعمال اليه، ويكون الانسان على طاعة مش معصية. بعد كده هجيب الرز اللي انا غسلاه، اخد منه كمية احطها في الزيت. بصوا معايا، انا ممكن احط كمية قليلة وممكن احط كمية كبيرة. يعني ممكن تحط نص كمية الرز اللي انت غسلاها، وممكن تحط ربعها بس، على حسب ما انت تحبي. الرز المتحمر في الرز اللي عندك يكون يعني مثلا الرز ده، الرز المتحمر مساوي الرز الابيض او اقل منه. ده حرية شخصية. انا عن نفسي ما بحطش نص كمية الرز، انا بحط حبة بس كده، يعني تقريبا ربعها، اكتر من ربعها بشوية. وابتدي ان انا احمرها في الزيت. وطبعا لو انت عايزة تزودي سمنة زودي. بعد كده هبتدي ان انا اقلبها وايدي فيها على طول، علشان ما يبقاش في حبة متحمرين وحبة لا. هي يعني هي نفس طريقة الرز الأبيض العادي، بس بنحمر بس كمية رز معاها ونقلبها على بعض كده. مش كل الناس على فكرة بتعرف حتة الرز حباية وحباية دي. يعني أنا لما جيت أعملها لجوزي أول ما اتجوزنا قال لي أنا عمري ما دقتها. بصراحة بتبقى جميلة جدا جنب السمك، وبتبقى جميلة جنب البوري المشوي، جنب السمك المقلي، جنب البطاطس المحمرة. بصراحة بتبقى جميلة جدا. يعني انا عن نفسي بحبها عن الرز بشعرية كمان. نقلب كده. طبعا دي بتبقى كويسة جدا لو انت مفيش عندك شعرية مثلا، فبتنجز وقت يعني معايا، وبتدي طعم احلى للرز. نقلب كده. طبعا ممكن تعمليها لغاية ما يبقى لون الرز ذهبي. ممكن تغمقيه عن كده، حريتك برضو. انا بحب اغمقه شوية عن الذهبي، لان انا لما بحط عليه الرز الابيض والمية لونه بيفتحي كمان. فانت لو انت استعجلت عليه ما يديكش اللون اللي انت تحبيه. شوفوا بقى لون الرز بقى دهبي اهو. لا اغمقه عن كده كمان. طبعا الرز بيتكتل معاكي كده، ما تقلقيش منه، لان انت لما هتحط على الميه وتقلبيه خلاص هي هيفك معاكي. طبعا الف مبروك لكل اولادنا اللي نجحوا في الترم الاول من العام الدراسي اللي احنا فيه. وإن شاء الله ربنا يديم علينا الفرحة، ويديم علينا النجاح والتفوق بإذن الله. كده خلاص قرب ياخد اللون اللي أنا عايزاه. أزود كمان في اللون شوية. طبعا في الوقت ده بقى احنا شوينا بوري وعملت سلطة. أنا بس الفيديو بتاع النهاردة بقدم فيه الرز بس، لأن طبعا كلنا عارفين طريقة شوي البوري والسمك. أنا قدمته قبل كده في القناة،
فما حبيتش ان انا اكرر حاجة يعني، وحبيت ان انا اعمل بس ايه الرز كده عشان البنات اللي ما بيعرفوش يعملوه، البنات المبتدئة يعني. كده خلاص اللون اغمق معايا اهو. انا غليت مية علشان لما احط العقد بتاعه يبقى ايه مية مغلية. هنزل بكمية الرز الباقية، اقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. كده خلاص بقى احلى رز، حباية وحباية معاكي. ظبطي بس العقد بتاعه والملح بتاعه. انزل بمية مغلية كده، يعني يا ريت كل ما بتيجي تزودي مية بتحطي مية في الرز، او بتزودي مية للشوربة، او بتحطي مية في البطاطس، اي حاجة تكون مية مغلية، عشان ده بينجز معاكي في وقت الطبخ شوية، وكمان ما بيخليش الاكل يبقى معاكي مجرمز او ايه، او طعمه مش حلو. خلاص نزلت بكمية المية مغلية، احط الملح واغطي عليه، اسيبه بقى لما يتشرب خالص معايا اهو. خلاص شرب ميته خلاص اهو، نشف مني. بعد كده اجيب بقى ايه، انا كده وطيت البوتاجاز، استنى شوية وبعدين ابتدي اقلبه. سيبه بقى شوية كده على البوتاجاز. طبعا محدش يقول لي بقى ده يعني حاجة سهلة جايباها ليه. احنا برضو بنجيب علشان في بنات وستات لسه متجوزة جديد ما بتعرفش تطبخ، فبنبتدي ان احنا نمشي معاهم خطوة خطوة للي عايز يعرف اي حاجة. لسه في لغاية النهاردة في بنات ما بتعرفش تعمل المكرونة ولا الرز الابيض كمان، فيعني نمشي معاهم خطوة خطوة كده. مش شرط ان انت بتعرفي تعمليه يكون غيرك بيعرف يعني، في ناس كتير ما بتعرفش. خلاص هو استوى خالص معايا، طبعا سبته خالص لما تردد معايا وفلفل خالص، ووريتكم شكله هو ايه وانا بقلبه. خلاص الرزاية من الرزاية اهو، يعني ماهوش معجن ولا اي حاجة، وطلع معايا رز حباية وحباية. وطبعا انا قلت لكم ان انا شويت بوري وعملت سلطة، وطبعا نحط بقى مخلل جنبهم كده، ويبقى بالهنا والشفا على قلوبكم كلكم. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة، وتصبحوا على خير.